زي ما وعدتكم هنعمل مراجعة مع حرق لي فيلم بلاك بانثر وفلاندر فور ايفر، وهنتكلم بالتفصيل عن كل الحاجات اللي حبيتها وما حبيتهاش في الفيلم. كنت عملت من فترة فيديو مراجعة بدون حرق لفيلم بلاك بانثر وكاندا فور ايفر، واتكلمت عن رأيي فيه والحاجات اللي عجبتني وما عجبتنيش بدون حرق. لكن هنا هنتكلم عن أحداث الفيلم كلها، هنتكلم عنها ونحللها مع بعض، نشوف اللي عجبني بالظبط واللي ما عجبنيش والطرق اللي اتخذوها. بس قبل ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي انتوا كمان رأيكم والحاجات اللي حبيتوها في الفيلم ده، الأحداث البلوتس الحاجات دي كلها. ويلا نبتدي. أنا هتكلم كده عن رأيي في الأحداث اللي في الفيلم من البداية للنهاية. هتكلم عن الأحداث المهمة والهايلايتس بتاعت الفيلم ده. بداية الفيلم عندنا هنا بتبتدي بموت تاتشالا. طبعا هنا هما مش بيشرحوا قوي هو مات ازاي، لكن بيقولوا ان هو مجرد موت عيا كده عشان يبقى زي الحقيقة ان هو عيب مرض ما كانش له علاج. ونشوف هنا شوري بتبقى طبعا قلقانة جدا لان اول مرة التكنولوجيا المحدثة بتاعتها ما بتقدرش تعمل حاجة، ما بتقدرش تساعدها، ما تقدرش تعالج المرض اللي عند تاتشالا ده. وهنا شوري بتبقى عندها شك في كل المعتقدات اللي عندها. هي مش بتحب الدين بتاعها، مش بتصدقه، او يعني مش بتكون مصدقة فعلا ان في اي حاجة من الحاجات اللي امها بتقول عنها. لكن المرة دي لان هي التكنولوجيا بتاعتها مش بتساعدها، بتبتدي ان هي تدعي وتشوف هل هيحصل حاجة ولا لا. لان دي معضلة برضو بنشوفها مع شخصية شوري طول الفيلم، انها بتبتدي تروح المكان بتاع الارواح الانسسترال بلين، تبتدي انها تاخد ثقة اكتر في الثقافة والدين بتاع المكان بتاعهم. بعد كده بنعدي لسنة بعد أحداث العزا وبعد أحداث موت تاتشالا. بيحصل حاجة مهمة جدا، بيتقدم لنا لأول مرة شخصيات من مملكة تالكان بيهجموا على السفينة أو الباخرة اللي جاية تدور على فايبرينيوم من الجيش الأمريكي في البحر في المحيط. وهنا طبعا بيهدد سكان تالكان، بيطلع جيش من أتوما ونامورا دول وبيهجموا على الناس كلهم اللي في السفينة. المشهد ده كان فيه elements كده من الإثارة والرعب، عجبتني جدا. والطريقة اللي هجموا بيها الجنود كان شكلها فعلا حاجة كده مختلفة وحلوة. ورؤية طبعا الناس وهي أول مرة بتشوف السكان بتوع المملكة دي وإن هم فاكرينهم حتى وكنديين مش عارفين مين دول، كانت حاجة لطيفة جدا. والفترة هنا أغلبية الأحداث بيعملوا اللوم لوكاندا، ودي حاجة عجبتني جدا ان هي بتبني حاجة للمستقبل. ان الدول كلها دلوقتي بتكره وكاندا، مش طايقينهم بسبب ان هم مش عايزين يدوهم موارد، وكمان بيهجموا عليهم اللي هم فاكرينه ان هم بيهجموا عليهم من تحت المية. وفي كده سبلوت طول الفيلم مع اللي هو الراجل بتاع امريكا ده، ومعاه الست فونتين دي اللي هي كانت بتمهد للثاندر بولت. الاتنين وجودهم في الفيلم كان بيمهد لحرب جاية ضد واكاندا. اعتقد ان دي حاجة كويسة جدا، وورلد بيلدينج كويس، ان هما بيبنوا حاجة كبيرة جاية بسبب احداث الفيلم ده. محدش طبعا يعرف لسه بتالوكان، وفاكرين ان اي دمار حصل في الفيلم ده لاي دولة خارج واكاندا يبقى هما الواكانديين نفسهم، مش تالوكان او اي دولة تانية. شوري ومامتها بيبقوا قاعدين على الشط بالليل، ومامتها بتكلمها عن ريتشول او طقوس بيعملوها عشان ان هم يقدروا يسترجعوا الذكريات بتاعة الموتى بتوعهم، وكده ينظروا لهم نظرة ان هم يتأملوا ويفتكروا كل الاحداث اللي عملوها معاهم. طبعا شوري هنا برضو بنشوف البلوت بتاعت انها مش مصدقة في الطقوس والحاجات بتاعت دولتها، ومش بتبقى عايز تعمل الحاجات دي. لكن المهم هنا ان نيمور بيظهر لهم لأول مرة. كل مرة كان بيظهر فيها نيمور على الشاشة كان بيقدر ان هو يديني الاحساس اللي انا احسه فعلا، احساس من الخوف، احساس من الرعب، احساس من القوة، احساس من ان الراجل ده فعلا لو هو هدد بحاجة هيعملها. فانا مبسوط جدا من الاداء اللي محطوط في الشخصية ده، وممكن يكون فعلا من افضل اشرار المرحلة الرابعة لو ما كانش افضل شرير للمرحلة الرابعة دي. لكن بيكلمهم عن ريري ويليامز، وان هو عايز العالمة اللي صنعت الجهاز بتاع الفايبرينيوم ده عشان يموتوها. وهنا طبعا اوكوية بتاخد شوري وبيروحوا لأمريكا عشان يجيبوا ريري ويليامز. لكن اللي طبعا هنا مش موضوع ان هما قدموا ريري ويليامز، بالعكس انا شايف ان هي شخصية كاريزماتيك وحلوة جدا، والسوت بتاعها او البدلة بتاعتها في الاخر كمان كانت حلوة جدا. لكن مضايقني هنا ان خوف شوري واوكوية على البنت
كان بالنسبة لي، او شوري بالتحديد، كان غريب جدا. يعني انتوا مستعدين تنقذوا البنت دي وتسيبوا الدولة؟ لا. فعشان كده انا اتضايقت في الاول، حسيت ان هم كانوا يعملوا حاجة غلط جدا، ان هم يكونوا الدافع بتاعهم ان هم بس ينقذوا ريري. لكن طبعا ظهر بلوت ان نيمون مش بس عايز يموت، مش بس عايز يأذي واكاندا، لا ده عايز يأذي العالم كله ويحكمه كله. فلو هنا نفذ خطته في ان هو يقتل ريري، هيقدر ينفذ خطط تانية كتير. شوري بتتخطف، وأوكويا طبعا بتتلام على اللي حصل ده، لأن هي أجبرت إن شوري تيجي معاها لأمريكا، والملكة راموندا بتعزلها من المنصب بتاعها. وانا شايفه ان الارك او القصه بتاعت اوكويا على مدار الفيلم ده كانت حلوه جدا. اول مره فعلا اوكويا يكون ليها حاجه قويه، معضلة كمان في أكتر حاجة مهمة بالنسبة لها، وهي شغلها وحمايتها لدولتها. فأنا انبسطت جدا من الموضوع ده. والمشهد اللي فيه الملكة راموندا بتتخانق مع أوكوي وبتعزلها منصبها، ده مشهد قوي جدا في الفيلم ده. وبعد كده شوري طبعا بتتكلم مع نيمور، وبيبتدوا ان هما يتكلموا مع بعض ويعرفوا بعض اكتر، وبتتفرج على مدينة تالكان. عجبني جدا الاستعراض بتاع تالكان. المشهد كان مسالم كده شوية، وبحب اكتر حاجة بحبها في عالم مارفل السينمائي لما بيقدموا مملكة جديدة. لما قدموا واكاندا في بلاك بانثر الاول كانت تحفة. دلوقتي برضو هنا كانت حاجة جميلة جدا، مش بس تقديم الفيجوالز والمناظر، لا، تقديم الثقافة، تقديم الشخصيات الجديدة اللي مختلفة عن العادة. دي حاجة دايما أنا بحب أشوفها في أفلام مارفل. وهنا شوري بتحاول تحل الموضوع ودي، لكن نيمو للأسف بتبقى خطته ان هو يحكم العالم كله، ومش بيبقى عنده اي رحمة. وطبعا بنعرف كمان قصته وتاريخ التالوكانيانز، الناس بتوع تالوكان دول اتعملوا ازاي. والموضوع كله ان هما برضو كانوا جنب واكاندا، لكن في مملكة في مكان تاني. فالفايبرينيوم اللي أثر واكاندا أثرهم هما، لكن تحت المية. فلما خدوا الوردة بتاعت الفايبرينيوم دي، ادتهم القوة والقوة البنيان اللي عندهم، لكن برضو مش قادرين ان هم يعيشوا فوق المية. وطبعا مامة نيمر عشان اخدت الوردة دي وهو لسه في بطنها، فبقى ميوتنت، بقى متحول، مش بس بقى تلقانيا، فكمان بقى يقدر ان هو يعيش فوق المية وتحت المية. وده خلاه قوي جدا، وكمان بيكبر في العمر بشكل أبطأ. فمامته ماتت وهو لسه شكله صغير جدا، وقدر ان هو يعمل كذا حاجة وفي الآخر يبقى ملك التلجن. بعد كده الأحداث اللي جاية بتحصل كتيرة جدا، وأنا بحس إن ساعات الفيلم ده كونه مليان حاجات، بالنسبة لي حاجة كانت حلوة جدا. شوية ناس بتقول ان هو كان مليان قوي حاجات، فدي حاجة مش كويسة، لكن انا شايفه ان ده كان حلو جدا. اول حاجة نيمور بيطلع يهدد الملكة راموندا، الملكة راموندا بتقول له ملناش دعوة، وبيهددها ان هو هيموت بنتها، لكن بنتها بتنقذها ناكية وبترجع لها تاني. وهل الموضوع كده خلص؟ لا، نيمور بيطلع بجيش وبيغرق واكاندا وبيقتل الملكة راموندا. من اكتر الحاجات اللي انا ما كنتش متوقعها ابدا انها تحصل في الفيلم ده. كنت متفاجئ جدا الصراحة من القرار اللي اتخذوه ده، لأن رقم واحد لسه ما يطلعهم حد، قلت بقى خلاص يقولوا مش هنموت حد تاني. والحاجة التانية أنا قلت هي اللي هتحكم واكاندا، لأن لو هي ماتت هيبقى فاضل شوري بس وإمباكو، اللي هو برضو دوره مش كبير لحد دلوقتي في الأفلام. دورها كان حاجة كده اللي هو خبطتنا بشكل عاطفي كبير جدا. هو ده المطلوب، الكتابة الكويسة، الشخصيات الكويسة. فشخصية زي دي ماتت وانا استغربت قد ايه، انا اتخضيت. ومع ان دي شخصية مش بتظهر كتير في عالم مارفل السينمائي عامة، معرفش ليه اتخضيت لما ماتت بالشكل ده وزعلت. لكن دي ارك مطلوبة طبعا جدا لشوري، عشان هي كونها بلاك بانثر ده حصل بدري عن المطلوب. هي المفروض ان هي كده هتبقى بلاك بانثر في النهاية، لكن بعد شوية، بعد كذا فيلم لتاتشالا، فكان لازم تاخد ارك كبير عشان تبقى بلاك بانثر قوي وعنده دروس في الحياة. عجبني جدا وجود امباكو ان هو بيحفز شوي، لكن كنت حابة اشوف اكتر من ده. يعني كنت حابة اشوف مشاهد اكتر ودايلوج اكتر ما بين الاتنين. كونه هو شخصية كنا دايما فاكرينها للضحك والنكات، وجوده في الفيلم ده حاسس ان هو في اكتر من كده وفي بعد للشخصية. بعد كده شوري بعدها بفترة بتقرر انها لازم تنتقم من نيمور وتقتله. هنا في روح انتقامية كبيرة جدا، وبتعيد صناعة الوردة بتاعة البلاك بانثر اللي انا قلت برضو في فيديو قبل كده تحليلي للاعلانات ان هي هتبقى ازاي عندها قوة البلاك بانثر والورود مش موجودة. اعادت صناعتها وراحت لعالم الارواح وشافت المناظر كيلمونجر.
ظهور كلمنجر كان حلو وكل حاجة، بس أنا كنت حابة إنها تروح لمامتها أحسن عشان تديها دروس أكتر. لو كمان قدروا يجيبوا مثلا الممثل اللي كان بيعمل باباها أو الحاجات دي. لكن كلمنجر الكلام اللي قالوه لها أصلا حاسة إنه مكانش ليه أي لازمة، يعني ما حفزهاش مثلا بطريقة معينة. لكن ظهوره كان كويس كل حاجة، بس ما كانش ليه لازمة. اسمها البدلة لنفسها، ونكية بتجهز، القبائل بتجهز، الجيش بيجهز، وبيكونوا هيواجهوا نيمور. الخطة بتاعتهم ناس كتير اتكلمت ان هي خطة غريبة جدا ملهاش اي منطق، لكن هم هنا كان عندهم خطة محكمة. وعجبني جدا ان هم ادوا نيمور نقطة ضعف، ادوا له حاجة هتضعفه، بان هو لو جفوا من المية بتاعته هيبقى اضعف من اللي هو فيه. شخص بقوة هالك. كيرا برضو بتبقى حلوة جدا، فيها ملحمة كبيرة جدا. البدلات اللي بتحصل عليها قوية في الاخر بيبقى شكلها حلو جدا. المعركة عامة فيها حاجات كتيرة جدا، لكن عجبني ان شوري برضو مخلوهاش قوية جدا، مخلوهاش بقى شاطرة قوي من مجرد يعني فترة قصيرة جدا. بقت فيها كبلاك بانتر، فمحتاجة تدريب كتير جدا، وبتستخدم التكنولوجيا بتاعتها لدرجة انها قربت تموت في الاخر. يعني انا عجبني ده ان عملوا منطق المرة دي. في النهاية عجبني الارك بتاع شوري، انها ما انتقمتش من نيمور، وان هما ما قتلوش نيمور طبعا، لان ده شخصية مهمة جدا وحلوة قوي الصراحة. انبسطت منها، ما كانش ينفع يموتوها. واخر حاجة نتكلم عنها البوست كريدت. كانت حلوة جدا، وانبسطت من الطريقة الذكية اللي اتعاملوا بيها مع الموضوع. احنا مكناش هنعمل ريكاستنج او مش هنعيد الريكاست بتاع شخصية تاتشالا، خلاص الشخصية ماتت، لكن هنعمل له ابن بنفس الاسم، عشان شخصية تاتشالا في الكوميكس ليها حاجات كتيرة جدا مينفعش تموت كده والقصص دي كلها تروح. وكمان بل ما الطفل ده يكبر هيكون معانا وقت ان احنا نقضيه مع شوري كبلاك بانثر. فالموضوع ده ذكي جدا، انبسطت بالطريقة اللي اتعاملوا بيها مع الموضوع. بس ده فيديو النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اتكلمنا بحرق وبتفاصيل كتيرة عن الفيلم حلو قوي. المرة الجاية هنتكلم بقى عن افلام المرحلة الرابعة كلها، وهنرتبها من الاسوأ الى الاحسن. انتوا كمان اكتبوا لي رايكم في الفيلم ده، وايه اللي عجبكم وايه اللي ما عجبكمش. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا القناة وتفعلوا الجرس. وسلام.